الناس صحت على خراب بيوتهم وضيعوا شقة عمرهم. محافظة كفر الشيخ بس ضاع منها 60 مليون جنيه، اما مصر كلها فضاع منها 6 مليون دولار. ازاي بقى؟ في منصة كان اسمها FBC. المنصة دي انت بتدخل فيها تدفع 1500 عشان تتوظف. بيروحوا مدينك مهمات، المهمات دي بتكون عبارة عن ايه؟ تنزل ابلكيشن، تتفرج على اعلان، تتفرج على فيديو. المهم ان هي حاجات بسيطة واي حد يقدر ان هو يعملها ويتفرج عليها سهل جدا، ويروح اخر اليوم كسبان 600 700 جنيه. كل ده تمام. المهم الناس بدأت تطمع، ما هو النصاب بيحب الطماع، اطمعك فانت تجيلي فريسة. الناس بدأت تقول لك طب وانا اخش ب1500 ليه؟ طب ما انا ازود الدخل بتاعي، ادخل ب4، ادخل ب5، ادخل ب100، ادخل ب200، ادخل بمليون، ما كله مكسب وكله عمال يزيد. المهم المنصة دي كانت شغالة تمام التمام لمدة سنة، وبقى في وكلاء. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي واحده داخله بفلوس كتيره، يروح الوكيل جايبني ويقول لي بقول لك ايه، ما تشوفي لي بقى كده قرايبك كلهم انا هوظفهم. فانا افرح بقى، فاجري على ابن عمي، اجري على ابن خالي، اجري على اخويا، اجري على ابن اختي، اجري على اي حد من قرايبي، اجري على اهل البلد اقول لهم تعالوا بقى انا هوظفكم، لان المنصه دي شغاله تبع الدوله وبتحارب البطاله. فاحنا كلنا نجري ونروح حاطين الايه، اول حاجه ال1500. الناس تبدا تدخل تعمل المهمات تكسب اكتر، فيقولوا لي الله طيب لا، خلي بقى الوكيل يزود لنا النسبة بتاعتنا، احنا هندخل ب4، احنا هندخل ب5. عد على كده عدد ناس كبيرة، يعني عدد ناس كتيرة. المهم ان المنصة فضلت شغالة معاهم لمدة سنة، والناس بدأت بقى ان هي تبيع الاراضي بتاعتها، واللي بدأ ان هو يقولك لا انا مش هشتغل تاني، واللي بدأ ان هو يستسهل، ما هو نايم على السرير قاعد بيلعب بالموبايل وبيكسب فلوس كتيرة، ولا سأل نفسه دي جاية منين، ولا ايه اخرتها، ولا انا هعمل ايه، ولا اي حاجه. المهم ان في ناس زي ما قلت لكم بدات ان هي تبيع ذهبها، تبيع الاراضي بتاعتها، بدات تقول لك احنا مستحيل، احنا لو اشتغلنا اي شغلانه غير الشغلانه دي مستحيل ان احنا نكسب كل الفلوس دي، استسهلوا وهم نايمين. المهم بدات المنصه تطمعهم اكتر واكتر. يجي شهر رمضان تروح بعتلهم شنط مكافآت رمضان، شنط كبيره جدا، يعني ثمن الشنطه يوصل مثلا لحوالي 5000 جنيه. طيب الشركه بعت كده ليه؟ ده مفيش يعني اكبر شركه في العالم مش بتبعت الكميات دي. طيب ده ليه؟ عشان انا دلوقتي ادخل بالشنطه دي فالناس تقول لي ايه ده انت جايباها منين؟ اقول لهم والله انا شغاله في منصه FBC. فالناس تيجي تقول لي الله طيب والنبي ممكن تشغلي ابني، طيب والنبي ممكن تيجي تشغلي اخويا، فيتحايلوا عليا. فانا اروح اقول للوكيل معلش انا في ناس عاوزه تخش معايا، فهو يقول لي يوه احنا مقتصرين على العدد اللي عندنا، بس انت عشان عميل مميز خلاص انا هدخلك. قال يعني كده بيعمل معاه واجب. بدأت الناس تدخل اكتر فاكتر لحد ما جه شهر 12 اللي فات، المنصة بدأت تقول للعملاء اللي هم شغالين معاها يا جماعة احنا نغير السيستم. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنقبضكم كل يوم،